اسم علاء محمد أبو شتاوي، فلسطيني الجنسية، مواليد دمشق 1984، من سكان دمشق. كنت ساكن في دمشق وساكن بمنطقة الحسينية، مخيم الحسينية الفلسطينية. ضمن الأحداث انتقلت بال2013 لمخيم اليرموك، بقيت بمخيم اليرموك حتى عام 2018. دخل النظام على مخيم الحسينية، اتجهت باتجاه مخيم اليرموك، سكنت ببيت جدي. لا دخول التنظيم للمخيم. دخل التنظيم كنت أنا كافلاني واحد اسمه أبو صالح عامر الفلسطيني، أنا كنت أشتغل طباخ عندهم وقتها. طلب التنظيم إنه ينسحب من المخيم بعد مفاوضات. دخل المفاوضين، فطلب النظام إنه ينسحب كل الموجودين بالمخيم. النساء تطلع باتجاه إدلب والرجال يطلعوا باتجاه البادية، بادية السويداء. انسحب التنظيم باتجاه بادية السويداء. تواجدنا بالبادية بالسويداء. تواصلت مع مكتب الأسرى، الشهداء والأسرى، حتى يواصلوني بالمكتب الأمني. تواصلت معهم، تواصلت مع شخص قال لي المطلوب، قلت له بدي أنفذ عمل أمني. فبعد مدة اجيت على الرقة، تواصلوا معي بالرقة، نفسه اللي كان يتواصل معي بحلب تواصل معي بالرقة، وواصلني بشخص بالرقة. طلب الشخص هذا ظل يتواصل معي مدة، بعدين طلب مني أقوم بأعمال أمنية. إنه أستكشف مواقع أمنية للقوات قسد بالمنطقة. حتى طلعت شفت موقعين، طبعت لي 5 مواقع أشوفهم. طلعت شفت موقعين، بعثت له معلومات عنهم،